اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. ان شاء الله كده فيديو جديد كده من اسرار المطبخ مع هيام. النهارده كده مشتريات السوق بتاعتي. نزلت السوق جبت ايه؟ جبت كيلو وربع طماطم. الطماطم ب8 جنيه. جبت كيلو وربع ب10. وجبت البسلة ب35، جبت كيلو ونص. وده بقى ملح، لقيت كده راجل واقف في السوق بتروسيكل. دول بصوا هنا 3 اكياس، هما كانوا 5 مع بعض، بس الكيس ايه فتح مني. ال5 دول ب20. وقال لي الكيس ب5. ولو هتاخدي ايه الباكيتة فيها 5 اكياس ب20. فجبت الباكيتة اللي فيها ال5، لان بصراحة ايه، لا غنى عن الملح. وبعدين الملكة يعني حاجتها نظيفة. فانا لما لقيت نوع نضيف كده فاشتريت. جبت كده كيلو ونص بطاطا ب6 ونص. جبت كيلو ونص ب10. عفوا بقى ان انا بعمل الحركة دي، لان انا كنت انا اللي بصور، فماسكة التليفون بايد وبطلع بايد. دول كده خضرة، انا جبت 10 حزم خضرة. شكلتهم وايه عشان افرزهم واحطهم في الفريزر. ده كده جبت نص كيلو جزر. الجزر كان ب8 جنيه. وجبت ربع فلفل حراق، الفلفل كان ب20، جبت ربع ب5 جنيه. ده كده دي ذرة اصفر. انا هوريهولكوا برضو وانا بعمله معاكم ايه. آه مش هقول لكم انا عملت ايه، انتظروني برضو اخر الفيديو انت هتعرفوا انا عملت ايه. ده كده كيلو رز ومرق الدجاج. وهنا ده كده ايه كيس اوكسي. اللي هو ب20 جنيه. عشان طبعا ايه نشغل الغسالة. وجبت ايه تاني، جبت البلح دون، لقيت الراجل بيبيعه ب15 جنيه، جبت كيلو. يعني كنت عايزة اجيب كمية اكبر من كده، بس بقى الحاجات كانت تقيلة على ايدي بصراحة. وده كده ايه كيلو صابون من الصبانة. ودي بقى ايه الأمراية بتاعتي الحبيبة قلبي بقى، الكرنباية الجميلة دي. الكرنباية دي ب30 جنيه اهي. انا لسه ما عملتهاش اهي. جميلة. كرنب بقى ايه ما شاء الله. السوق كله بيبيع كرنب، وبيبيع السوق كله حاجات خضروات كده جميلة، والشتا كده حاجته في منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا يا رب. واقول لكم بقى دي الذرة اهو. ايه رأيكم في الكوبايتين اللي قدامكم الطوال الجمال دول؟ اعمل بسيسة. طيب معايا ايه؟ معايا كوباية الا يعني اقل من ربعها بشوية كده. زيت. يعني فاضل شوية واكمل الكوباية. وهنا كوبايتين دي ذرة من الاصفر. وكوباية دقيق زيرو. وبيضتين. وكيس بيكنج باودر. كوباية لبن. وكوبايتين سكر، بس انا هنا حاطه واحده، فحطيت واحده وضربتها ورجعت حطيت التانية عشان ايه مبقاش زحمه الدنيا. انا بقى ايه هنا حبيت احط ليمون مكان الفانيليا. لان انا بصراحه دورت على فانيليا ملقتش. فطبعا ايه مش هوقف يعني الوصفه عشان خاطر لا. الليمون بيضيع الزفاره. عصرت هنا الليمونه، بس ما نزلتش بقى الحب بتاعها عشان ايه ما تبقاش يعني ايه تعمل طعم ولا حاجه. هي بس عشان تضيع زفاره البيض. اضرب بقى ايه بالمضرب كده، مش كل مره بقى اعمل في الخلاط. وطلعت طعمها حكايه. يلا بقى ايه الشتا بيحب الحاجات الدافيه الجميله دي، مع كوبايه شاي كده، ولا كوبايه نسكافيه، ولا كوبايه لبن. وايه وقعدت قدام المسلسل بعد ما عملتها، طلعتها بقى واتفرجنا على المسلسل واحنا بناكل البيتزا القمر الجميله دي. طبعا البطاطا موجوده، بس ما رضيتش اعملها. مش هناكل كل المسكر ده في يوم واحد يعني. البسيسة تخلص. الصينية بقى تقعد يومين ولا حاجة، وبعد كده ايه نفكر نعمل البطاطا. انا نزلت بقى ايه بكل السوائل معايا هنا كده، يعني نزلت بالسكر. طبعا السكر مش سوائل ولا حاجة، بس نزلت بالزيت واللبن. وحطيت ايه كوباية سكر، وقلت اقلب، وبعد كده ايه اضيف الكوباية التانية، هضيفها برضو معاك، مش هعمل حاجة يعني من ورا الكاميرا ولا حاجة. في ناس بقى ممكن ما تحط السكر وتحط عسل اسود، بيبقى بتطلع حلوة برضو، بس لونها بيبقى غامق قوي. انما انا بحبها بتبقى ايه زي كأنها كيكاية بالظبط. بل بالعكس، في دقيق ذرة ابيض وفي دقيق ذرة اصفر. انا بحب الاصفر عشان تطلع ايه لونها غامق كده مش مشي. لكن دقيق الذرة دي كوباية السكر التانية. دقيق الذرة الابيض بيطلعها لك لونها فاتح قوي. فلا احنا بنبقى عايزين نحس بالفرق. ولو حتى ايه في اللون.
تقدري تستغني عن كوباية اللبن دي وتعملي كوباية عصير استفندي أو كوباية عصير برتقان أو بشر برتقان مع العصير. بيبقى السوائل يعني بتبقى مكان اللبن. بس أنا بقى إيه، ما كانش ولا عندي ولا برتقان ولا استفندي، فحبيت بقى النهارده أعملها باللبن. ولسه بقى إيه، الشتا الوقت طويل يعني بإذن الله ربنا يدينا ويديكم إن شاء الله كده العمر ويبارك في عمركم. أهو دي كده إيه، أول كوباية دقيق حطيت الدقيق الزيرو. اضربي كده وإيه على سرعة متوسطة عشان الدقيق ما ينطرش معاكي بره. وبعد ما تحسي ان هو ايه اتلم كله بقى ايه تقدري تسرعي. اهو انا سرعت كده خلاص، ما بقاش متبقي غير حاجة بسيطة قوي، مش هتبهدلي الدنيا يعني. سهلة وبسيطة ومفيهاش اي افتكاسة ولا اي حاجة. انا بس حبيت افكركم، عندك دقيق ذرة في المطبخ كده ولا في التلاجة ولا حاجة، حطيه في التلاجة دايما لما يبقى عندك عشان ما بيتحط كده في المطبخ بيسوس. وبعدين انا نخلته. اهو نجيب المنخل. اهو ليه بقى؟ عشان تبقى ايه يعني الدقيق يبقى ناعم، ما تحسيش ان في حاجه كده ناشفه او بتقرش، لا وطلع شوائب كتير والله. اوريكم برضو في الاخر. انا ما فصلتش الكاميرا ومعاكم ايه لحظه بلحظه. اهو كل ده اللي متبقي دي شوائب كتير قوي من دقيق الذره. اهو بصوا قد ايه ده، من كوبايه، الكميه دي طالعه من كوبايه. هفضي بقى الكوبايه التانية. بصي هيطلع برضو ايه كميه كده محترمه. جربيها بطريقتي دي وبنفس المقادير وهتطلع صينية كبيرة، تحطي الصينية في المقاس الكبير. والله العظيم 3 طلعت طعمها حكاية. اهو بصوا بقى الدقيق اللي متبقى، كل ده بقى ذرة ايه تحسي ان هو ناشف كده وشوائب. انا اتخلصت منها خالص، ما رضيتش احطها مع الكيكة مع الخليط يعني. هنا بقى كيس البيكنج باودر كله. ما تستخسريش، تعملي حاجة تعمليها على اصولها عشان تطلع ناجحة وطعمها حلو. ومش اسم ان انتي ولعتي الفرن وحطيتي زيت وحطيتي سكر ودقيق وتطلع في الاخر الحاجة خايبة عشان حاجة ما تستاهلش. لا، اعملي الحاجة كده بضمير واعمليها بإخلاص كده وحب، والله العظيم هتطلع طعمها في منتهى الجمال. اهو خليتي بقى كويس وهاتي بقى من الجناب عشان ما يبقاش فيه دقيق كده ولا كده. وبعدين بعد ما خلصت بقى بالمضرب وقفت وجبت السباتيولا وجبت كل الحروف ومن تحت وكل حاجة عشان اتأكد ان الدقيق كله اختلط بالخليط ده. بص بقى لونها جميل، عكس كيكة الفانيليا خالص. كيكة الفانيليا بتبقى لونها فاتح عن كده بكتير. تقدري تحطي كوباية عسل اسود وكوباية سكر، برضه هتفرق معاكي في اللون. هنا دي بقى سمنة مش زيت، عشان الزيت هينشفها. تحطي ايه في الصينية سمنة، وما حطيتش دقيق على فكرة وما لزقتش، وطلعت في منتهى الجمال وهوريكم دلوقتي. اهو الخليط اهو، وده القوام بتاعه. ما عملتش اي حاجة من ورا الكاميرا خالص. اهو دي اكبر صينية في الايه في الطقم الصواني المربع ده. حابة تعمليها في صينية اقل من كده مفيش برضو اي مشكلة. نفس برضو المكونات اللي انا قلتها، ما تغيريش فيها حاجة. اهو اوريكم بقى ايه، مكان ما حطيت السكينة طلعت نضيفة وقطعتها. لو اقول لكم بقى قبل ما انسى، لو وصلتي معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسنيش بقى من اللايك والشير، وايه بالله عليكم حطوا لي لايك.
وحياة سيدنا محمد لا تحطوا لي لايك صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك بقى وتشيروا الفيديو كده لاصدقائكم. اكتبوا لي بقى ايه تعليق حلو كده يكبر خاطري. اهو بص بقى البسيسه القمر دي، بص الارتفاع بتاعها وهشه وجميله وطعمها في منتهى الجمال. اهو بصي، عايزه اسمعكم صوت الهشاشان بتاعها. والله طلعت جميله وزي العسل. الف هنا وشفا للي كل، والف هنا وشفا برضو اللي يشوفها معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا حبايب قلبي في التعليقات. واقول لكم ايه؟ سلام.